معايا نجم اول مره يطلع معانا في رقم 10. بس الراجل ده راجل بيتعلم، واخد شهادات، دارس كويس جدا. انتوا عارفوا يعني بتثقوا فيا شويه، يعني فعلا هتشوفوا معاه الماتش بشكل تاني مختلف. يعني المباراه هتشوف بيفصص اللعيبه وبيفصص اداء كل واحد بشكل احترافي غير عادي. هتتفرجوا النهارده وهتستمتعوا النهارده بضيفنا وبتحليله الكابتن محمد ممدوح. اهلا بيك كابتن، ومنور التلفزيون المصري ورقم 10. اهلا بيك يا استاذ محمد، شكرا جدا طبعا على ان انت اديتني الفرصه ان انا اطلع مع حضرتك. يعني ده شرف وسام ليا لا على ده صدري. شرف لينا احنا، والتلفزيون المصري ده بيتكم كلكم، يعني كل المجتهد وكل اللي عنده مجال ان هو حابب يطلع بدراسته وبعلمه مرحب بيه طبعا. ربنا يخليك، ان شاء الله نقدم حاجه كويسه مختلفه تعجب ان الناس. شاء الله عايزين ندي وقت اكتر للكابتن محمد ممدوح، ان هو عنده شويه حالات في الجون هنسمعها منه، ونشوف ايه تصوره لاداء المنتخب الوطني. بس قبل ما ابدا مع كابتن محمد ممدوح، قول لي رايك ايه في ان كابتن وائل جمعه يكون هو مدير كره النادي الاهلي الجديد ان شاء الله رب العالمين. اكيد كابتن وائل مش انا هنا اتكلم عليه. كابتن وائل طبعا راجل من كباتن الجيل التاريخي لمنتخب مصر. تمام. شخصيه اللعيبه تقدر يعني تبص لها كمثل اعلى بالانجازات اللي عملها وتحترمها، ويقدر يسيطر على اللعيبه طبعا بالخبرات اللي عنده. دي اهم حاجه، يقدر يسيطر على غرف، على اوضه الملابس. اكيد دي اهم حاجه دلوقتي، دي المشكله الكبيره في الاهلي دلوقتي. صحيح صحيح. طيب تحب نخش على طول على يلا على بينا. اداء المنتخب الوطني؟ طبعا يلا احنا بينا. كلنا مركزين مع المنتخب، وانت طبعا محضر لنا شويه اه حالات طبعا حلوه كده محضر عن دور حاجات. المنتخب. انا عايز في البدايه اتكلم معاك عن دور مرموش مع المنتخب الوطني. شايف ازاي دور مرموش، وشايف ازاي توظيف الكابتن حسام حسن ليه في المنتخب؟ طيب مبدئيا، هل التوظيف اللي توظفه في ماتش روسيا كان افضل توظيف لمرموش؟ وده التوظيف اللي هيتم توظيف مرموش فيه في كأس العالم، امم خصوصا في الماتشات اللي ممكن يبقى ليك فيها الافضليه. يعني تعال نبص الحالات ونحكم سوا، هل ده فعلا هيبقى التوظيف الامثل ليه، ولا هو الاحسن ان هو يبقى على الجناح؟ تعال نشوف. وهو برضو كان عامل حاجات مختلفه لغرض، فتعال نتكلم عليها. خلاص تعالى نتكلم بالصوره كده وتشرح لنا اكتر يا كابتن. طب ممكن نعرض اول الحالات؟ طيب. طيب مبدئيا، الاثنين اللي معمول عليهم هايلايت اه. هم امام عاشور ومرموش. تمام. اللي تحت اكتر ده مرموش، اه. فولس ناين. الراجل بيلعب اصلا مش مهاجم صريح. هي كده الصوره بقت اوضح بالظبط كده معانا. الصوره احسن. تمام. اه. شايف تحت يعني امام عاشور هو اللي فوق، واللي تحت اكتر ده عمر مرموش. فالراجل مش مهاجم صريح. امم طب ليه؟ انقل الفريم اللي بعده. المنظر ده بيخلي خصوصا لما تلعب بخط دفاع ما بيطلعش يقابل الفرود حامل الكرة ويراقبه مان تو مان من بدري. امم بيدي مرموش مساحة ان هو يتصرف عشان يستلم فاضي بدون رقابة. مرموش راجل لاعب مساحات اكتر منه مهاجم محطة تحت ضغط يقدر يستلم ويلعب. مرموش محتاج يلف بوشه للجون ويجري او يسدد. يعني انت عايز يبقى، عشان افهم معاك، يبقى مرموش يبقى مكانه متاخر شويه في الملعب، ما يبقاش هو ده اللي عايزه كابتن حسام حسن. اه، هو دي الفكرة اللي هو كان بيحاول يطبقها في الماتش ده. ان هو بيخليه متاخر شويه من الله ينور عليك. بيتحرك هو من نص مش الملعب، صح مسلم كده؟ نفسه مكان الاسترايكر الطبيعي. لو بصيت على الاثنين السنتر باكات، شايف الحكم؟ اه. لو مرموش بيلعب سترايكر صريح هيقف مكان الحكم، بس هيبقى متراقب طبعا. السنتر باك هيروح ماسكه لانه مش هيسيبه هنا فاضي. بالظبط. انما علشان هو فولس ناين، راجل بيلعب عايز مساحه، فهو بعده تماما عن خط الدفاع، حطه في المنطقه اللي جنب امام عاشور كأن في 2 10 امم بدون مهاجم صريح. ايه الميزه بقى اللي اداها مرموش في الحته دي؟ ها. الراجل السنتر باك لما شاف الموقف كده طلع يقابل مرموش، بس مرموش معاه مساحه، ومرموش ومساحه يعني فرصه خطر. انقل الفريم اللي بعده. تمام. مرموش كلفت الراجل اللي هو بقى جنب الحكم ده، اه. وعمل 2 على 1 هو وتريزيجيه على جنب الملعب. الكره دي راح لعبها اه. لتريزيجيه. كمل الفريم اللي بعده. مرموش تريزيجيه اداها لمرموش تاني. ولو تريزيجيه هنا كان قرا ان مرموش هيلعب له الكره دي كره جون، بس زي ما انت شايف تريزيجيه واقف ثابت ستيدي، ما توقعش ان مرموش هيرجع له الكره تاني. امم نكمل بعد كده نشوف الحل اللي بعديها. طيب تاني، احنا بص مرموش واقف في مساحه عامله ازاي. تمام. مرموش مش مهاجم صريح. بص السنتر باكات واقفين مش مراقبين حد، انت لغيتهم من المعادله لان هم ما بيطلعوش يقابلوا. اه. فكده مرموش هيستلم الكرة وهو معاه مساحه، يقدر يلف بوشه ويروح على الجون مرتاح. انقل الحل اللي بعدها، الفريم اللي بعده. تمام. الكرة دي يعني مرموش هنا لو زق كان خلاص سبق وراح، بس السنتر باك لحق. بس مرموش هنا ورايح امم على الجون. الفريم اللي بعده او اللقطه اللي بعدها.
طيب نفس الفكره، مين اللي رايحه له الكوره في مساحه؟ مرموش مرموش. من قبل من نص الملعب بتاع المنتخب الوطني، صح الله كده؟ ينور عليك. وبص بص الباكات واقفين فين؟ خايفين يطلعوا يسيبوا مكانهم، مدافعين روسيا خايفين يطلعوا عشان ما يفضوش مساحه في ظهرهم. حلو. ودي النقطه اللي لعب عليها كابتن حسام، لان هو كان قاري منتخب روسيا هيدافع قدامه ازاي. تمام. فالسنتر باكات ما بتطلعش اللي هم قلوب الدفاع، فمرموش ينزل يستلم براحته ويقدر يلف بوشه. كمل. تمام. لما مرموش اخذ الكره كل ده بيجري ومحدش قادر يطلع معاه، يعني هو واخدها من قبل نص من الملعب لغايه ما وصل لحد للنص كل ده مرموش واخد الكره وبيجري. وهو ده اللي كابتن حسام بيدور عليه، ان الراجل ده عنده قدره هائله في اسمها بول كارير، الراجل بيقدر يجري بالكوره من غير ما تضيع منه بسرعه. كمل الفريم اللي بعده. الراجل هنا قرر ان هو هيشوط. دي هجمه ثانيه. دي الفريم اللي قبل ده، الشوطه دي اللي الجون ما لحقهاش، اللي قبل كده كمان. ايوه هي دي. الشوطه دي يا دوب عدت، يعني الجون حتى عدت منه وراحت زي ما تكون حفت في القائم وطلعت بره. الراجل خدها لوحده من نص الملعب لحد ال 18 وعمل فرصه من اخطر فرص المنتخب، نتيجه بس كابتن حسام برضو حرك مكانه. بالظبط. هي فكره بسيطه، ولكن لما تدرس الفرقه اللي انت بتلعبها وعارف امكانيات لعيبتك هتطلع منها حاجه، وهو ده المطلوب. كابتن حسام مش مطلوب ان هو يعني يوفر كوتش، يخلي الموضوع اكثر تعقيدا. صحيح. ببساطه قادر يخلق فكره بسيطه توصله بالمنظر ده. انا هلخص الموضوع، دي مش كل حاجه، ده دي امثله بس عشان الوقت. انا هلخص الموضوع معاك، بس خلينا بس نكمل حالات مرموش. خلاص مرموش اعتقد دي كانت اخر حاله. دي اخر حاله لمرموش. طيب يعني انا اللي افهمه لحضرتك ان فكره الكابتن حسام حسن ان هو ياخر مرموش قبل نص الملعب بتاع المنتخب الوطني، انت شايف ان دي فكره رائعه وادت مرموش مساحه كبيره. الفرق اللي مش هتدافع معاك مان تو مان، اللي هتوقف خط الدفاع تسيب المهاجم ينزل يستلم، ده هيديك زياده عدديه في نص الملعب. فبدل ما انت بتلعب بمهند لاشين ومروان عطيه وقدامهم امام عاشور، اصبح في حاجه اسمها اشبه بالبوكس ميدفيلد، بقى 4. مروان عطيه ومهند لاشين قدامهم امام ومرموش. تمام. ف4 اي نص ملعب غالبا في العالم دلوقتي بيلعبوا 4-3-3، فانت عملت تفوق عددي، فتقدر تطلع بالكرة نتيجه التفوق العددي اللي انت عامله. هي دي الفكره اللي كان بيراهن عليها. الطريقه دي تنفع مع منتخب بلجيكا؟ ده سؤال حلو. اه لو قدرت تطلع بالكرة من تحت ممكن، بس هل اصلا مرموش هيبقى اكثر انتاجيه مع المنتخب؟ وافتكر كل لقطات مرموش الكويسه مع المنتخب هي كانت من العمق ولا من الطرف؟ ده سؤال. من الطرف بالظبط. منتخب روسيا مش منتخب بلجيكا. تمام. يعني احنا بنتكلم على الفكره بقى دلوقتي. مفيش فكره غلط، مفيش فكره صح. بس لما تيجي تدرس المنافس، منتخب بلجيكا اشرس من منتخب روسيا بكتير. فوارد لما تيجي تعمل الفكره دي تلاقي واحد راح استلم عمر مرموش فمش هيعرف يلف. فبالتالي انت هتروح نقله للجناح عشان يبقى معاه مساحه يقدر يتحرك فيها بشكل احسن. طيب ايه الدور الامثل لزيزو؟ هنا بقى دي نقطه كويسه. زيزو تم انتقاده بقسوه بعد الماتش، وللاسف الانتقادات خرجت من النطاق الفني. الناس بتتكلم تقطيع، ده غلط. مرموش لعيب كبير. زيزو انا اسف. زيزو لعيب كبير. زيزو بقى عنده 30 سنه، فمش هو زيزو اللي عنده 24 سنه، مش هو زيزو اللي عنده 25 سنه. فبالتالي لازم يبتدي يقتنع او يبقى عنده قابليه ان هو يغير مركزه. انت عندك حالات لزيزو؟ اكيد طبعا. طيب ممكن نشوف على الحالات احسن؟ يلا بينا. يلا. دي الحاله اللي كانت انا شفتها بتاريخ. هو ده زيزو بقى. ده زيزو على الطرف، اللي هو اللي عليه العلامه الحمراء. المطلوب منه هنا يبعد بص لمين؟ لهاني. ده محمد هاني عامل الاندرلاب، والمفروض الكره تروح لمحمد هاني. تمام. اللي حصل ان زيزو ما لعبش لهاني، زيزو لعب لمدافع روسيا. لو نقلت الفريم اللي بعده، لا في فريم ماشي، في فريم مش، الكره دي راحت لمدافع روسيا. تمام. ستريت. وفي لقطات تانية بس انا ما حبيتش اجيبها لان مش الهدف ان زيزو يبقى شكله وحش. اين ينتج زيزو؟ فين اللقطات الافضل لزيزو؟ دي كره ركنيه. زيزو هو دلوقتي معاه الكره في اللحظه دي. تمام. انقل الفريم اللي بعده هتلاقيه مسلم مرموش وراح انطلق من قلب الملعب شويه، مش على اللاين تماما. اللي بعده زيزو اتحرك في الاطراف. اتحرك لا هو جاي من تحت من نص الملعب، شايف قدامه المساحه وبيبتدي يتحرك. بص اللي بيجري معاك ده امام عاشور. حلو. تمام. هو شافه. انقل الفريم اللي بعده، استنى في اللحظه اللي امام فيها انطلق في ظهر الدفاع وراح لعب له الباص. الكره دي اتصفرت تسلل. انقل الفريم اللي بعده، الكره ما فيهاش ريحه التسلل.
زيزو بس امام سابق اهو لا برجله مش باينه سابق، بص الراجل اللي هنا، الراجل اللي اه هنا اللي ده هو اللي مغطي، اللي ناحيتنا الراجل اللي ناحيتنا ده مغطي تماما تماما، ما ايوه فيهاش ايوه اي ريحه، بس الماتش ما فيهوش فار او كده فالكره تمام عدت. مش تمام هل ده معناه ان زيزو المفروض يعني يبقى دايما متوظف بره، او هل الكره دي من قبيل الصدفه؟ انقل بقى الفريم اللي بعده، ارجعك لماتش الاهلي وانبي في الدوري، طب هايل نفس المركز بنفس التمريره، بس ده حسين الشحات، وبص التمريره دي معديه من كام لعيب من انبي؟ من 3 لعيبه. 3 لعيبه طيب وفي امثله تانية بس برضه علشان ما يبقاش الموضوع طويل والناس تزهق، زيزو اذا تم توظيفه كلاعب مركز 8 على الجنب الشمال قد يكون افضل ليه ولشكله، والموضوع ده اكتشفوا الاهلي من ماتش انبي، وفي مباريات تانية كان دايما بيحاول ثورو يوظف زيزو في قلب الملعب. كانت ناس بتقول له ليه زيزو في قلب الملعب؟ لان الميزه بتاعت زيزو على الجناح كانت السرعه والكروس، والاهلي ما عندوش مهاجم يخلص كروس. زيزو تريزيجيه بيجتهد بس هو مش مهاجم صريح، مفيش وسام ابو علي. والسرعه لو رجعت الماتش اسبانيا برضو الناس هاجمت زيزو لان دايما كان بيخسر سرعته مع جريمالدو، فتمركزه كجناح ايمن مش هو التمركز الافضل لزيزو. وعشان زيزو يفضل يظهر بافضل شكل ليه لانه قيمه ولعيب عنده امكانيات عاليه، اعتقد ان توظيفه كلعيب مركز 8 في الجنب الشمال بالذات، خصوصا انه بيقدر يدي اسيستات بس من جديده دي المكان يا ده. كابتن، دي جديده دي، بس انت ما هو رصدت له كذا حاله في في مركز حالات تانية 8. لو ده بس ممكن نفرد لها حلقه يعني لا لا يعني انت رصدت له كذا حاله ان هو في مركز في 8 في الجنب مركز الشمال في كان الجنب اداؤه و8 مختلف. 10 في قلب الملعب، بس يبقى معاه شيء من الوقت على الكوره يقدر يشتغل الدور ده، خصوصا في طريقه لعب الاهلي الجديده لما وظف طاهر، لما لعب 3-5-2 وبتاع وبقى في مساحه في القلب، ودي كانت نتيجتها. طب هو لو هو لعبته في مركز 8 مين في المنتخب بيلعب في مركز 8؟ هل زيزو هيكون بديل لحد والله ولا هو هتحرك اللعيبه؟ انت حاليا هيبقى 10 اقرب منه ل8، هيبقى الاختيار ما بينه وما بين امام عاشور وبعد كده زيكو، هم الثلاثه دول ممكن يأدوا في المكان ده. لان المنتخب يبدو كده ان كابتن حسام من ماتش اسبانيا هو مقتنع بفكره الستتين، مهند لاشين ومروان عطيه ومعاهم دونجا وممكن معاهم يبقى حمدي فتحي، فالاقرب ان هو لو في لعب في الحته دي يبقى في مركز 10. والا اذا كان في مثلا ماتش انت متاخر فيه في النتيجه هتلعب بلاعب ارتكاز واحد وتلعب بثمانيتين، ساعتها ممكن زيزو يلعب، ولعبها قبل كده في المنتخب ولعبها في الاهلي كذا مره. طيب هتكلم عن نروح لنقطه ثانيه، مخاطره الكابتن حسام حسن فيما يتعلق بالضغط. طيب نظام ضغط المنتخب في الماتش ده كان بيعتمد على نظام المان تو مان اللي هو ما عملتهوش روسيا. تمام. فتعال نبص كده يعني ايه ضغط مان تو مان. هات الحاله الاول حاله بعديها كمان، لا ده دي كره الاسيست ان هو حط الكره من هنا بس. بص على لعيبه المنتخب، تمام، كل لعيب من المنتخب هتلاقيه مراقب لعيب من المنتخب الروسي، مفيش ولا لعيب فاضي، معناه ان ال10 لعيبه اللي في الملعب مراقبين 10 لعيبه. هتلاقي امام في سهم وفي خيال هناك 7 ده في انا قدامي 7 لعيبه وكره في ده كله ده ال10 موجودين، ال10 موجودين. ال10 موجودين. بص هنا بص امام اللي عنده السهم عشان في خيال هنا هو واقف مراقب أيوة. الراجل ده ده ياسر. بص ياسر فين؟ ده ياسر ابراهيم اللي تحت وعليه السهم ده ياسر ابراهيم. ايوه انقل الفريم اللي بعده، كره طوليه بالظبط. الكره الطوليه دي اضطرت، وبص هناك ظهر منعم معاك في الكادر على فكره. ايوه صحيح. فياسر ومنعم قلبين الدفاع واقفين فين؟ في نص ملعب الروسي، في نص ملعب الروسي. وللاسف المنتخب مش واقف بالمنظومه دي. انقل الفريم اللي بعده، بس قبل ما تنقل بص ياسر لما قرا ان في كره طوليه ابتدى يجري عشان يلحق الكره الطويله عشان ما يسيبش هاني لوحده، لان برضو اللي كانوا بره الكادر هناك كريم حافظ مع لعيب روسيا ومحمد مان، يعني مان تو مان في الملعب كله، انت بتجري يعني ورا قدر يخلص منه بقى في الجون. الله ينور عليك. وفي حاجه تانية هنا، الحظ وقف مع ياسر. الكره التانية بالمنظومه دي مش هتبقى بتاعت منتخب مصر، الكره راجعه من ياسر لو مش مرجعها قويه. بص لعيبه روسيا فين؟ صحيح. يبقى ده معناه ان الكره دي هتبقى تحول 4-على-4 ورايحين على الجون بتاعك. فدي مشكله لو انت هتلعب ضغط مان تو مان، مستحيل الكلام ده يحصل قدام بلجيكا. انقل بقى اللقطه اللي بعديها. بس انا اسف يعني، بس حتى الضغط مان تو مان ده ما يتلعبش، اعتقد يعني ما يتلعبش بالشكل ده، صح؟ اصل انت كده المان تو مان بيحصل لو اتفرجت مثلا على ماتش باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في السيمي فاينال بتاع الشامبيونز ليج، لا كانوا بيلعبوا مان تو مان. بس هم دول عندهم القدره في التحول من الهجوم للدفاع في جزء من الثانيه، وعندهم وعي تكتيكي. انا بقى برضو انا جايب لك حاجات ليه النظام ده ما ينفعش معانا، ده السؤال اللي انت محتاج تجاوب. هو ليه في مشكله؟ فهتكلم معاك فيها.
الاول دي صوره فريم واضح للملعب كله، ازاي الملعب كله مان تو مان، عشان الناس كلها تبقى فاهمه يعني ايه مان تو مان. كل لعيب مراقب لعيب، كل لو هنا برضو امام سهم، لان الخيال هناك هو قريب من اللعيب اللي هناك. صحيح. دايما في كل حالات الضغط المتوسط او المرتفع، المنتخب كان بيلعب في الماتش ده مان تو مان. انقل بقى اللقطه اللي بعديها. اين تظهر مشاكل ضغط المان تو مان؟ ها. امام هنا اتاخر على ان هو يروح يمسك المان بتاعه. امام هو دلوقتي الظل الخفيف ده هو مكان امام، ده مكان اللي هو واقف فيه. طبيعي ان هو كان يبقى رايح فين؟ عند بص اللاعب مرموش ده. فين؟ كان يبقى امام طالع يضغط، بس امام طلع متاخر. نتيجه ده هات الفريم اللي بعده. ها. الكره اتنقلت للسنتر باك، والراجل ده هرب وقدر يوصل للكره، واتلعبت كره طوليه في نص الملعب. في نص الملعب. بس في حاجه، ها. ده منتخب روسيا. تخيل معايا كيفن دي بروينا بيلعب الكره الطويله شكرا. لتروسار ودوكو على اي حد في خط دفاع منتخب مصر. فوارق السرعه ودقه الكره هتبقى عامله ازاي؟ انقل الفريم اللي بعده. الكره دي لو راحت الراجل اللي هناك كان يبقى الوضع ايه؟ خلاص. هي حظنا الكره دي نزلت ورا، يعني فاهم؟ خد بالك يعني انت بص حضرتك الكره اهي مفيش غير اتنين بس هما 2 على 2 من 8 تومان، وبقيه الفريق بقيه كل واحد المنتخب يعني بص، كله في نص المنتخب. يعني اعتقد ده مروان يمكن جاي جري، بص ساب الراجل بتاعه. احنا بنجري بقى نلحق. انت بعد ما بتتضرب انت بتجري تلحق، بالظبط. ما ينفعش يعني النظام الاشهر عشان تقاوم الحته دي بتلعب اسمها مان تو مان ماينس 1، او بتلعب بخط الدفاع في لعيب فاضي، بتضغط على السنتر باكات بتاعتهم بلعيب واحد بس عشان تبقى مأمن ورا بلعيب زياده. انما ده ريسك مثلا ما ينفعش تاخده قدام بلجيكا، ممكن تاخده وانت متاخر في النتيجه، وقد تكون هو ده الغرض كابتن حسام حسن. انا لو متاخر وهضغط مان تو مان ايه اللي هيحصل؟ انقل الفريم اللي بعده. مشكله تانية، الوعي. مروان هنا ساب الراجل بتاعه. معلش مشكله تانية الايه؟ الوعي في المان تو مان. ايوه في نفس المشكله. ايه المشكله؟ احنا قلنا تاخر امام عاشور، لو ضغطت متاخر. ولو هنا مروان ساب الراجل بتاعه، بص مروان كان واقف في اللا شيء في الحته المفروض يبقى راجع ورا بالظبط. هو مروان واقف هنا في اللا شيء مش مع حد خالص. نتيجه ده انقل الفريم. الكره دي اتلعبت للراجل ده اللي في الطرف راح مرجعها للراجل اللي تحت اللي هو مع هاني. الراجل بقى اللي بيجري بين الاثنين ده مين؟ ده اللي كان المفروض يبقى ماسكه امام. مروان عطيه. وبالتالي والكره دي وصلت له فعلا، بس الدنيا اتلحقت، يعني الموضوع اتلم، لان تاني ده مش دوكو، ده فاضي. هو لو دوكو بقى استلم وراح بوشه طبعا لا ده شكرا. احنا هنلخص الحلقات اللي احنا، معلش انا طبعا انا اسف النهارده لا البرنامج خد من وقتنا شويه كده، فمعلش احنا هنلخص الحلقات على قد ما نقدر. لا ماشي، يلا بسرعه يعني انقل بعد كده. طب خلينا ناخد نقطه ثانيه ننطلق. يعني احنا اتكلمنا على مخاطر ان انت تلعب مان تو مان، تمام؟ عايز اتكلم على المنتخب ازاي يستفيد من امام عاشور. طيب مبدئيا امام دايما لما بيلعب السهل هو احسن لعيب في مصر يلعب السهل. مشكله امام ان اتقال له كتير انت احسن لعيب في مصر، فابتدى يهمل حاجات المفروض ما يهملهاش. فتعالى كده الكره ديت لا ارجع اللي قبليها. الكره دي امام لو استلمها كان وشه المرموش، لو كان لعب لمرموش هجمه، راح لافف وراجع الكره اتقطعت منه. انقل بقى اللي بعديها. هنا هو بس الكره بعيد عنه، بس هو باصص شايف المنظر وراه. انقل الفريم اللي بعده. اي حد طبيعي مش امام عاشور هيروح راجع لاعب لمنعم وهو واقف فاضي، بس علشان ده امام عاشور. انقل اللي بعده. لعب لهاني، ضربنا الضغط كله بتاع منتخب روسيا. 6 لعيبه من منتخب روسيا لو نقلت الفريم اللي بعده بقوا بره اللعب وطلعنا بهجمه. بص 6 من روسيا بقوا بره اللعب بباص واحد من امام مظبوط، ودانا بهجمه خطيره على منتخب روسيا. صحيح كده امام نقدر نقول امام وهو بيلعب السهل بدون تعقيد امام يفرق عن اي حد. الدنيا بتمشي بتبقى مختلفه اكتر. اكيد طبعا. هطلع لنقطه ثانيه معاك. محمد عبد المنعم هو السؤال اللي الناس كلها بالظبط السؤال اللي بتساله ليه منعم بيلعب وهو مصاب وليه بيلعب وهو ما بيلعبش؟ لان منعم عنده فاليو او قيمه مضافه بيقدمها للفرقه مفيش مدافع بيقدر يقدمها للفرقه. ايه هي؟ ان هو بيقدر يعمل باص يضرب لك بيه 5-6 لعيبه. ايه هو تعريف الباص في الكوره؟ الباص المنتج، الباص الايجابي. التمريره الايجابيه في الكوره هي التمريره التي تقصي اكثر عدد من لاعبي الخصم خارج اللعب، خليهم بره اللعب، اوت اوف بلاي. هات اول حاله لمنعم، هم حالتين. طيب هو انا بس كنت عايز اكلمك على، يعني لو هنتكلم على منعم سريعا كده. طب احنا فاضل لنا دقيقه بالظبط. تمام ماشي. كنت عايز اتكلم على هيثم حسن بس واضح ان احنا الوقت سرقنا. الوقت بس هنتكلم
يعني لا يعني عادي، ليه لا ما كمل يعني ان شاء الله يبقى في وقت تاني نظبط فيه. هنا مش- منعم، ايوه ارجع. ارجع اللي قبلها معلش بس اهي. هنا الكرة دي اي حد طبيعي يروح لعب لمروان، بس مروان بظهره، ولو استلم هيعمل ايه؟ هيرجع لورا. بس هو شايف تريزيجيه، فقدر يلاقي تريزيجيه هناك، انقل الفريم اللي بعده، وراح ضارب 2 3 لعيبه من لعيبه روسيا، وعمل موقف 2 على 1 هناك على الطرف على مدافع روسيا. دي الامثله السحريه بتاعت منعم. اه انا عايز اسالك قبل ما اتفضل. دلوقتي، شايف ازاي، متوقع ازاي اداء المنتخب الوطني سريعا كده، اخر حاجه نختم بيها قدام البرازيل ان شاء الله يوم السبت الجاي؟ بص، ماتش البرازيل ده فخ. يعني انت تحط ماتش البرازيل معلش قبل خلينا كاس نتعلم العالم، ما فيش مشكله. هي بنتعلم في الوقت اللي انت عندك فيه الرفاهيه دي. ما فيش مشكله، ماذا لو حصل مشكله في الماتش ده؟ عادي عندي وعندك. هنتعداها هنتخطاها ما هو بقى نأمل كده ان شاء الله ما يحصلش ده. ان شاء الله. بس في ناس برضو انتقدت ان انت بتلعب البرازيل، يقول لك دي مش مدرسه اوروبيه، بس اللعيبه يعني بروفايلز اللعيبه متشابهه. صحيح. دوكو مع فينيسيوس، تروسار مع ان شاء الله رافينيا. هتبقى يعني إن شاء التجربه الله هنستفيد بيها، هتيجي بقى تقعد بعديها بقى نقعد نتكلم اه مع بعض باذن الله ان شاء كده. الله، باذن الله يا استاذ محمد. شرفتنا يا كابتن محمد يعني بجد، انا اتشرفت متشكر قوي بحضرتك اكتر، ونورت وشكرا التلفزيون جدا على المصري الفرصه ورقم دي 10. بجد. لا ان ربنا شاء الله يخليك. تنورنا تاني. شكرا جدا يا أستاذ كابتن محمد. محمد ممدوح المحلل الرياضي، اشكرك جزيل الشكر، والشكر متواصل لحضراتكم. ان شاء الله بكره حلقه جديده من رقم 10. تصبحوا على خير.